السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم في لاشين ديال كريمه. مرحبا بكم، الف الف مرحبا يا اهلا واغلى متتبعين. اليوم نهار جديد وفيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نحضر معكم حريره ولا حريره بالبلبوله ديال الشعير، ولكن اقتصاديه، ما فيها لا لحم لا والو. عندي فيها حبه ديال الكنور، هادشي اللي فيها. هنا عندي التيشه ديال الزرع ولا البلبوله الزرع، هي اللي باش غادي ندور الحريره ديالي. هنا التوابل عندي السودانيه، عندي الفلفله حمراء والبابريكا، خرقوم وسكينجبير وشويه ديال الابزار كحل. خرقوم. وهنا هاد الحريره هذيك غادي نديرو فيها غير الكرافس والبصله. هاد الحريره هذه كتجي زوينه بزاف، وكتعرفوا الفوائد ديال الكرافس شحال فيهم. هنا غادي نطحن انا هاد الكرافس ديالي، غادي نطحنو مليح وغادي نديرو في الكاسرونه. غادي نقلي قبل البصله عاد باش ندير هاد الكرافس. هنا بعد ما طحنت الكرافس ديالي غادي نفوتو للطنجره، غادي نشعل عليها. بسم الله. غادي ندير شويه الزيت البلديه وشويه الزيت الروميه على حساب واحد المعلقه كبيره، ما غاديش نكثروا الزيت. وهنا من تقرب الطيب غادي نزيد شويه د المعدنوس والقزبر. هنا غادي نقطع هاد البصيله ديالي وغادي نزيدها على داك الزويته باش تشحر لي معاها. نتوما البصله تبغيو تحكوها حكوها، انا غادي نقطعها غير هكا بالموس. هاد الحريره هذه كما قلت لكم اقتصاديه، وكتليق للناس العاملات، الناس اللي كيخدامين، ولا حتى لينا حنا من نكونوا عيانين ومنبغيوش نديروا الحريره الحامضه. كنديروا هاد الحريره هذه اللي ما كنديروش فيها الخميره، انا ما نديرو فيها لا خميره لا والو. غادي ندوروها غير بالبلبوله الشعير، هي اللي غادي تعطينا ديك الختوريه. كتعرفوا البلبوله تاع الشعير ملي كتطيب كتعطي ديك الختوريه ديالها. كنقطع البصله هكا رقيقه. صافي انا من بعد ما قطعت البصله ديالي نديرها تقلى. نخليو البصيله حتى تتحمر، ونبقاو نقلبو في هاد البصله حتى تتحمر لنا. كنقول لكم شكرا على الكومونتير ديالكم الزوينين. اللي كنشوف الكومونتير ديالكم والله الا كنفرح كما راكم مفرحين. الله يجعل ربي يفرحكم. هادشي اللي غادي نقول لكم. هنا بعد ما تقلات غادي نخوي عليها هاد الكرافس اللي طحنتو. بسم الله. هنا غادي نزيد شويه د الملح وغادي ندير التوابل. هنا كما قلت لكم عندي حبه ديال الكنور. هنا غادي ندير الابزار، ندير شويه ديال الابزار، شويه ديال البصل. غادي ندير خرقوم، غادي نزيد شويه.
انا كنبغي نكثر العطريه، نتوما ديروا العطريه اللي بغيتوها. كنبغي نكثر العطريه. عندي معلقه ديال السكينجبير، عندي معلقه ديال السودانيه، معلقه ديال السودانيه، عندي معلقه ديال بابريكا ولا الفلفل الاحمر، هنا عندي واحد المعلقه ديال العطريه مخلطه. غادي ندير هاد الحبه ديال الكنور، وغادي نزيد شويه د الكمون. هذيك العطريه مخلطه كتجاتني من الجزائر. هنا غادي ندير شويه الطوماط كونسونطري ولا بولي ولا اللي بغيتو نتوما. هنا غادي نزيد هاد الطوماطيش ديال القوطي كونسونطري هادي، غادي ندير واحد المعلقه صافي. غادي نغطي عليها ونخليها طيب. كما قلت لكم هاد الشوربه هادي ولا هاد الحسوه ديال بركوك ديال التشيشه راه كتجي زوينه بزاف واقتصاديه، ما فيهاش مكونات كما كتشوفوا. المكون الرئيسي هو الكرافس والبصله اللي شحرناها والعطريه، وعندنا التشيشه تاع الزرع هي اللي غادي ندوروا بها الشوربه ديالنا، كتجي زوينه بزاف. انا غادي نخليها طيب ونرجع معكم ان شاء الله باش ندوروا التشيشه. هنا الكاسرونه ديالي من بعد ما طاب لي داك الكرافس، طابت داك البصيله. هنا غادي ندير بلبولات الشعير، هنا غادي ندير القدر، حيت تعرفوا البلبولات الشعير كتزيد كتسكى. هنا غادي ندير هاد الشويه هذا، غادي نشللها من الماء باش نحيد منها داك الغبره ولا كان شي حاجه نحيدها منها. صافي انا التيشه ديالي شليتها بالماء كما كتلاحظوا. انا غادي نخويها في هاد الكاسرونه. كتجينا هاد الحسوه هادو زوينه بزاف واقتصاديه. هنا كما كتشوفوا كنقص عليها العافيه وكنخليها طيب على خاطرها. هنا في هاد اللحظه هذه غندير ليها شويه ديال القزبر والمعدنوس، نزدت شويه ديال القزبر والمعدنوس. هنا غادي نزيد لها شويه هاد لاصوص، نخليها طيب ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. هنا الحريره ديالي ولا الحسوه ديالي ولا الشوربه كما بغيتو تسميوها سميوها، المهم هي طايبه على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف. نتمنى الله تجربوها وتعجبكم. صافي انا غادي نخويها في الطبق ديال التقديم ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالي ولا الحريره، كتجي زوينه بزاف. هنا اقترحت عليكم هذا الاقتراح، الناس اللي خدامين واللي دخلوا روطار مامبا 10 دقائق تكون واجده معنا هذه الشوربه هذه. وطبعا كنحضروها مع شويه ديال الشباكيه التمر. هذا هو لا فيديو اللي حضرته معكم اليوم، كنتمنى الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وكنقول لكم بارطاجيو لا فيديو ديالي مع الاهل والاحباب باش فائدتهم الجميع. كنقول لكم السلام عليكم، الى فيديو واحد اخر ان شاء الله، وخليت لكم راحه الله.